أجمل بنت في الشرقية وتحديدا في منيا الأمن، لدرجة إن عشماوي لحظة إعدامها وقع في حبها واتمنى إنه يتشنق مكانها، وعلى قد جمالها على قد بشاعة قلبها. دعاء ادت أعظم درس في الدنيا إن الشكل ما يسواش أي حاجة جنب الأخلاق. الحكاية والتفاصيل ده اللي هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة، بس خليك معايا ودايما خليك مع صلاح. يلا بينا. الحكاية بدأت لما دعاء كانت في الجامعة وحبت واحد زميلها، لكن مستواه المادي كان أقل منها بكتير. عشان كده لما راح تقدم لها وطلب إيديها أهلها رفضوه وقالوا لدعاء إحنا عايزين واحد يكون غني ومستواه المادي كويس. بعدها الشاب ده فقد الأمل في دعاء وعرف إنها عمرها ما هتكون ليه، عشان كده قرر إنه يبعد عن كل حاجة تربطه بيها وسافر الخليج عشان يشتغل هناك. وبعد ما دعاء اتخرجت من الجامعة اتقدم لها مهندس غني وعنده فلوس وشركة كبيرة واتجوزها وحبها جدا، وكان فاهم انه بيبدأ حياة جديدة سعيدة على ايديها، لكنه ما كانش يعرف اللي فيها. ومن كتر حبه فيها اشترى لها بيت كبير وكتبه باسمها. وبعد سنتين من جوازهم دعاء خلفت بنت جميلة في نفس جمال امها. وتمر الايام وبالرغم ان الحياة كانت مستقرة الا ان دعاء ما كانتش عارفة تحبه ولا قادرة تتقبله، بالرغم من كل حاجة حلوة كان بيعملها عشان. وكانت دايما بتتخيل مكانه الشاب اللي كانت بتحبه في الجامعة واهلها رفضوا. وفي يوم من الايام وتحديدا يوم الخميس دعاء كانت خارجة بالليل على الرصيف التحتاني وتحديدا عند ميدان المنسي حاليا في منيا الأمن، وبالصدفة قابلت حبيبها القديم وكأنها عملت تواصل أرواح عشان تقابله، واتكلموا مع بعض وخد رقمها عشان يعيدوا ذكريات حبهم. وبعدها بدأوا يتكلموا في التليفون، وبعد ما تخلص تمسح المكالمة عشان جوزها ما يلاحظش أي حاجة. وهو من ثقته فيها ما كانش حاسس بأي حاجة ولا مدي أي إخوان، لأنه كان شايفها دايما ملاك بريء زي كل الناس. لكن دعاء وعشيقها ما استكفوش بمكالمات التليفون وقرروا انه يجي لها البيت عشان يقضوا وقت حلو مع بعض. وهنا دعاء بدأت تخاف لحد يشوف وهو داخل عندها ويروح يقول له جوزها، لكن من كتر جرأتها وقلة حيائها طلبت من جوزها انه يشغله معاه في الشركة، وانه واحد غلبان وعلى قد حاله واخو صاحبتها. لكن جوزها رفض لان في ناس كتيرة شغالة معاه في الشركة. لكن دعاء ما سكتتش وقالت له انت كده هتحرجني قدام صاحبتي، وقدرت فعلا تأثر عليه. ومن كتر حبه فيها مرضيش يرفض طلبها ووافق يشغله معاه. وبعد ما الشاب ده استلم الشغل بدأ يعمل شغله كله بطريقة محترفة عشان يخلي المهندس جوز دعاء يشوفه حد شاطر في شغله. ده كمان كان بيعمل كل حاجة تخليه يثق فيه، وبالفعل حصل، والمهندس خلاه يبقى دراعه اليمين لدرجة انه بقى بيجيبوا البيت عشان يتكلموا في الشغل. لكن ما كانش يعرف ان اللي مدخله البيت ده يبقى عشيق مراته. ومن كتر ما دعاء ما كانتش بتطيق جوزها قالت لأهلها انها عايزة تتطلق منه، لكن اهلها رفضوا تماما لانهم كانوا عايشين في خير. وهنا فشلت كل محاولاتها في الطلاق. وهنا دعاء فكرت انها تحط النوم لجوزها في الاكل اول ما يجي من الشغل، ولما ينام يجي عشقها ويكمل معاها اليوم. والجيران كده كده مش هيشكوا فيهم لان في اعتبارهم ان جوزها موجود في البيت والشاب ده بيجيله عشان يقعد معاه. واستمروا في الموضوع ده لحد ما دعاء حست ان جوزها بدأ يشك فيها انها على علاقة بالمساعد بتاعه. وهنا حضر الفكر الشيطاني لدعاء وعشقها، وبما انه مش عايز يطلقها فتقتله وتورثه ويخلق لها الجو كله مع حبيبه. وبدأوا ينفذوا الجريمة. وفي يوم لما رجع جوزها من الشغل حطت له في الاكل منون بكميه كبيره، ولما راح في النوم كلمت عشيقها عشان يطلع لها وخلصوا عليه. وبعدها قطعوا جسم جوزها وحطوه في اكياس زباله ونزلوه في وقت متاخر بالليل عشان ما حدش من الجيران يلاحظ اي حاجه، ورموا الاكياس دي في صناديق الزباله. دعاء بالرغم ان جوزها كان بيعمل كل حاجه حلوه عشانها الا ان جازته في الاخر انها ترميه في الزباله. دعاء كانت فاكره ان محدش هيشك فيها ابدا، وده لانها من عيله كبيره ومعروفه باخلاقها واحترامها وجمالها اللي ما فيش زيه. ده غير كمان ان جوزها كان ليه اعداء ومنافسين كتير، عشان كده كانت بره كل التوقعات. وبعديها بيومين الاهالي اكتشفوا ان في جثه متقطعه في اكياس ومرميه في الزباله، وعرفوه من شكله وراحوا يبلغوا الشرطه فورا. ولما استدعوا دعاء في التحقيق سالوها هل بتتهمي حد معين؟ قالت لهم اكيد حد من اعدائه هو اللي عمل فيه كده. لكن اللي ما كانوش يعرفوه ان دعاء كانت اكبر عدو لجوزها. وهنا دعاء ما كانتش حاطه في اعتبارها بنتها خالص، واللي كانت شاهده على كل حاجه من اولها لاخرها بينها وبين عشان. ودعاء ما كانتش تعرف ان هيجي يوم وبنتها اللي هتوديها لحبل المشنقه. الضابط اللي كان بيحقق في القضيه شاف بنت دعاء
قاعده بره. راح سالها وقال لها اخر مره شفت باباكي امتى وفين ومع مين؟ وهنا البنت ردت بكل براءه وقالت انه كان قاعد مع المساعد بتاعه وانه بيجي له من البيت كتير. وهنا بقى الضابط حس انه مسك خيط القضيه وعمل تحريات عن الشاب ده واكتشف انه كان على علاقه قديمه مع دعاء، وراحوا قبضوا عليه وحققوا معاه، لكنه في الاول انكر انه ما يعرفش اي حاجه. وبعد الضغط عليه اعترف بكل حاجه وحكى القصه اللي انا بحكيها لكم دلوقتي، واتقبض عليه هو ودعاء شاركته في الجريمه. واهل منطقه منيا القمح واللي انا منها لما عرفوا اللي حصل اتجمعوا كلهم قدام مركز الشرطه، وكانوا عايزين يخلصوا على دعاء وعشيقها عشان ياخدوا حق المهندس، وده طبعا من حبهم فيه لانه كان معروف انه دايما بيساعد الناس وبيقدم اعمال خيريه. لكن الغريب في الموضوع ان دعاء ما كانتش حاسه بالذنب، من غلها وكرهها في جوزها ارتاحت انه اختفى من قدامها، واتحكم على دعاء وعشيقها بالإعدام. وقبل ما دعاء تدخل غرفة الإعدام طلبت إنها تلبس حاجة على وشها عشان مش عايزة أي حد من الموجودين يشوفها وتصعب عليه وهي بتموت، وفعلا وافقوا على طلبها. لكن هما بيطلعوها على سلم الإعدام اتكشف وشها وسحرت عشماوي وكل الموجودين بجمالها أثناء تنفيذ حكم الإعدام، وتغزل فيها عشماوي وقال اعدموني أنا وخدوا عمري كله ليها لأجل عيونها الحلوين. وهنا ضحكت دعاء قبل موتها وكل اللي موجودين، وكان إعدام مرح وحزين في نفس الوقت. لكن السؤال هنا بقى ايه اللي يخلي واحده تعمل كل ده في جوزها بالرغم ان عمره ما زعلها ولا رفض لها طلب وكان بيعمل كل حاجه عشانها؟ ليه ما اتقتش ربنا وحافظت على بيتها وجوزها وبنتها؟ عشان كده نصيحه مني وده رايي وكل واحد ليه راي، ما تتجوزش اي واحده لها علاقات سابقه، لان ده هيتعكس عليك وعلى علاقتكم بعد الجواز، لان دايما هيكون في بالها شخص تاني مش انت، وهتتمنى دايما لو كان مكانك زي ما دعاء اتمنت عشيقها يكون مكان جوزها. وفي رايي ان القلب بيحب مره واحده وهو الحب الاول، اما اللي بعد كده بيبقى اصطناع وبنمثل اننا بنحب بعض، وده طبعا مش في كل الاحوال لان ممكن يجيلك حب يحسسك انك عمرك ما حبيت قبل كده. عشان كده الافضل ان كل واحد يحتفظ بمشاعره للانسان الصح اللي هيكمل معاه باقي حياته. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو، استنوني في فيديوهات تانية كتير، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لان الهدف 100,000 مشترك بيكم ان شاء الله، وما تنساش دايما خليك مع صلاح. اشوفكم على خير.